السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ وأهلا بيكم في فن الخرز مع اسمي. احنا الفيديو اللي فات في تعليم الخرز كده للمبتدئين كنا وقفنا عند كده أول سطر. النهاردة هنعمل تاني سطر البداية زي ما انتم شايفين كده. أنا طبعا لاهية أي خيط هنا علشان بس اخواتنا المبتدئين يعرفوا الطريقة ماشية ازاي. فأنا قلت بقى هنوصل الطريقة للخيط، طبعا هنوصله مع بعض علشان تشوفوا الطريقه وازاي بنوصله الخيط. تمام، هناخد حته خيطه كده بنفس الخيط اللي انا شغاله بيه قبل كده اللي هو نمره 60 على كام، على طبعا على تخرزه نمره 8. تمام، انا كده اهو حطيت طبعا الخيط، خليت قد بعض كده اهوت. الخيط طالع لي من فوق من هنا، الخيط طالع لي من فوق من الخرزايه اللي فوق دي. حاجه على الطرف ده كده، اللي الطرف اللي هو اللي ايه الشمال ده كده، واحط 3 خرزات. تمام، 1 2 3. اجي عند اخر واحده هشد الشغل كده اهوت. تمام يا حلوين، تمام لحد كده. اجيب الطرف التاني اهوت وايه واشتغل على طول، ندخل العقده في قلبه ونشتغل اهو. دخلنا العقده اهم حاجه. وبعدين هاجي بقى فين بالطرف اللي هو الشمال، ادخل الخيط هنا في الخرزايه اللي انتوا شايفينها دي. تمام يا حلوين اهي. انا هدخل طبعا الطرف الشمال فينا كده زي ما انتوا شايفين، دخلت الطرف ده كده. وبعدين احط كام خرزايه؟ احط 3 خرزات. وارجع في اخر واحده زي ما انتوا شايفين كده، واجيب الطرف التاني. وبعدين اهوت تاني طلعت حبايه، المفروض نحط 2 فقط. تمام، احنا حطينا 3، فاحنا كنا هنحط في كام واحده المره دي؟ هنحط 2. يبقى احنا حطينا في اول واحده 3 اهوت. احنا هنحط بقى السطر اللي بعد كده هنحط حبايتين خرز فقط. تمام، هرجع بقى في ايه، بصوا هرجع في اخر واحده بالنظام ده كده اهوت. انا بس مش عايزه حد يتلخبط من الخيط طويل طبعا، فخايفه حد فيكم يتلخبط عشان محدش يشوف طبعا الطريقه غلط. تمام اهو. شايفين كده؟ هاجي بقى عند ايه الطرف اللي معايا ده، هدخل بقى الخيط هنا، هدخل الطرف الشمال تحت بقى في الخرزايه اللي بعد كده. تمام يا حلوين اهو. كده انا بس عشان مش عايزه حد يتخبل فيكم. الخيط تملي لما يكون كل ما يبقى كبير كل ما بيخبينا كلنا، يعني مش شرط طبعا المبتدئين بس، كلنا بنتخبل في الخيط. فاحنا بقى نخلي بالنا عشان محدش يتخبل. الطرف التاني انا حطيته لكم على جنب اهو، واجيب الطرف اللي هو تحت تاني واحطه في الخرزية اللي بعد كده زي ما انتم شايفين كده. الطرف ده نداريه كده على جنب، وبعدين ايه ابتدي اعدي الشغل كده. تمام يا حلوين اهو، ظبطنا الدنيا. وبعدين هنحط بقى كده خرزتين، 1 2. ارجع في اخر واحدة، وبعدين هجيب الطرف ده كده
كده زي ما انتم شايفين اهوت. وبعدين بقى هنعمل ايه؟ شايفين الطرف الفوقاني ده، اخليه كده ورا. الطرف ده هعدي الخرزايه هنا، هعدي الخرزايه عدينا الخرزايه كده. وبعدين اجيب الطرف ده، وبعدين احط ايه؟ احط 2. يبقى احنا نفضل شغالين 2 2 2 لحد بقى ايه يا حلوين. اهوت. وبعدين هنعمل ايه؟ هنعدي شايفين كده الطرف الفوقاني اسيبه زي ما هو، الطرف التحتاني وبعدين اهو هنعدي الخرزايه، انا هعدي في الخرزايه اللي بعدها اهو، بس عشان محدش يتلخبط. عديت من الخرزايه اهيت. وبعدين احط 2 في الطرف الفوقاني اهوت زي ما انتم شايفين. 1 2. وارجع في اخر واحده كده، واجيب الطرف التاني واعديه في الايه، في قلب الحلقه اهوت. شايفين كل ما بشتغل كل ما يطلع معايا الشغل مظبوط. بعد كده اجيب بقى الطرف انهم التحتاني، الطرف التحتاني اهوت، بعديه في الخرزه اللي عليها الدور دي. تمام يا حلوين عشان محدش يتلخبط بس اهوت. اهم حاجه بتدخلي الغرز في العقده في قلب الخرزايه. دي كده نموذج صغير انا عاملاه علشان بس اشرح لكم عليه الشغل. شايفين كده؟ اجيب بقى الطرف الفوقاني واحط 2، وارجع كده في اخر الواحده كده زي ما انتم شايفين اهوت. عملت دايره وبعدين جبت الطرف التحتاني وحطيت ايه وعديت كده اهو. اهم حاجه تشد العقده تخليها في قلب الخرز. تمام يا حلوين اهو. بفضل كده شغاله لحد طبعا ما اوصل الطول طبعا اللي احنا عاملينه اهوت، بس عشان ابين لكم الشغل كويس. الطرف الفوقاني اهوت اللي بنحط فيه الخيط، والطرف التحتاني ده اللي بنعدي فيه الغرزه اللي بعد كده. تمام يا حلوين اهو. عشان بس كل حاجه تكون واضحه ليكم. تمام. اعمل لكم كمان واحده. اعدي بقى ايه الخيط اللي الطرف التحتاني اهوت، هنعدي فيه الخرزايه اللي بعد كده كده. وبعدين اجيب الطرف ده واحط 2. بفضل شغاله بقى 2 2 2. وعرفتوا كده احنا بنطلعوا ازاي لحد ما نوصل لايه للسطر اللي بعد كده. شايفين كده اهوت؟ كل ما بشتغل كل ما تبقى تعرض معايا، وطبعا المقاس بيكبر. تمام. الطرف التحتاني اهوت بندخل الخرزايه، بصوا
عشان بس كل واحد يبقى شايف كل حاجة ماشية ازاي. اخواتنا المبتدئين الامارات طبعا اللي بتابعوني اهم حاجة يركزوا طبعا ويشوفوا الطريقة ماشية ازاي. تمام يا حلوين، تمام يا حلوين. اهو دخلت الطرف التحتاني تاني اهوت، والطرف الفوقاني اهوت. طبعا عايزه اقول لكم ان الطرف الفوقاني اللي بندخل في الخرز بيبدا يكسر معايا طبعا زي ما انتم شايفين كده، لانه معظم كل الشغل بيبقى على الجزء الفوقاني، فنحاول نكبر الجزء بقى الفوقاني اكتر من الجزء التحتاني، علشان مع طبعا زي ما انتم شايفين كده هو اكتر حاجه طبعا بيبقى يكون فيها الشغل كده زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه وانت بتشدي تدخلي العقده. اجي عند اخر واحده اهوت، هدخل بقى الخرزيه فين كده، هدخل الخرزية كده واشد، واعمل بقى اللي بعدها على طول. هدخل برضو اتنين، وهفضل شغالة بالنظام ده كده بقى لحد ما نطلع بعد كده للراوند اللي بعد كده. ده كده سطرين. ده بالنسبة كده للسطور، ده كمان ده تاني سطر. تمام. دخل الغرزة كده، انا بعمل عقدة اهي، واجيب الطرف ده كده زي ما انتم شايفين اهو. كده احنا عملنا النهارده في الفيديو بتاعنا النهارده السطر التاني من الغرزة. طبعا اهوت سواء بتشتغلي شنطة او بتشتغلي طبعا اي موديل طبعا في الخرز وكده. ده كده يا رب يكون الشرح كان واضح النهارده. بالنسبه للمبتدئين ركزوا معايا واحده واحده، عشان هنعمل حاجات جميله جدا على القناه. اهم حاجه متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه، علشان اي فيديو بنزله جديد يوصل لكم على طول وتشوفوه. وباي باي يا حلوين.